أهلا بيكم من جديد مشاهدينا فقرتنا الأسبوعية عن الأمراض الجلدية. والنهاردة هنتكلم عن الإكزيما أو الإكزيما الوراثية، معناها إيه؟ وإيه الأعراض وأنواعها وعلاجها؟ كل التفاصيل طبعا هنعرفها من ضيفنا الأستاذ الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية. صباح الخير يا صباح دكتور. النور، الله يخليك يا علا. حضرتك منورنا في صباحك مصري. الله يخليك يا بابا. عايزين يا دكتور بداية نعرف إيه هو معنى الإكزيما الوراثية؟ الناس عندهم جلدهم اللي يقولوا لك جلدي جاف، يعني كتير جدا. نص مصر تقول لك جلدي جاف. الجلد الجاف يا اما مولودين بيه يا اما اكتسبوه، وديت كده بدايه زبيد زي ما بيقول. بداية للإكزيما. لا، في النوعين من الجلد الجاف. ناس مولوده بجلد جاف وناس اكتسبوا جلد جاف بعد شويه. يعني ايه؟ حضرتك جلدك مختلط. يعني ايه مختلط؟ عندك لمعه هنا في ولمعه أماكن هنا. فعلا ده مختلط. حقيقي. لكن ممكن بعد شويه هنلاقي ايه؟ هنلاقي حضرتك جلدك كله بقى جاف. مم. فده اسمه جلد جاف مكتسب. ايه اللي يخليه يعمل كده؟ يا اما ادويه، ودي مهمه. يعني ادويه ناخدها مره في اتنين في تلاته هتلاقي هي بتجفف الجلد. مم. او تتعرضي للشمس باستمرار من غير حمايات. مم. او، ودي مهمه قوي، كل الوسائل التانيه اللي هي منظفات للجلد، فتتحول جلدك من واحد مختلط او اويلي مرطب او مزيت زي ما بيقولوا الى جاف. ده اسمه جلد جاف مكتسب. مم. مكتسب. لكن دي مش الاكزيما الوراثيه. الاكزيما الوراثيه ان العيان بيتولد هو اول ما بينزل بيبقى جاف من الاول. مم. ونسبتهم كام؟ طفل من كل 4. نسبة عالية قوي. يعني 20% من الناس الأطفال عندهم جلد جاف، مولودين مورثين بالجلد الجاف. ماشي معايا ولا؟ ماشي معاك، بس ولا عايزة أفهم حاجة. إيه علاقة الجفاف الجلد مع الإكزيما؟ يعني حلو. هل هي أرض خصبة للإكزيما مثلا؟ هي دي الجلد الجاف اللي اتولد بالجلد الجاف ده. لو اتساب كده، يعني ايه لو اتساب؟ لو الدنيا مشيت كده هيبتدي يكتسب اكزيما. مم. اكزيمة الجلد الجاف. انا بسهل الكلام، لكن هي اكتر من كده شوية. ليه؟ هي وراثية. ليه؟ الاب او الام عندهم او الاتنين عندهم. مم. الاب او الام جلدهم جاف، او الاب او الام حد فيهم عنده برونكال اللي هي الحساسيه الصدريه. مم. يجي يورثها لابنه على هيئه ايه؟ ودي مهمه قوي. يبتدي الولد ينزل بجلد جاف. جلد جاف واريتيتد. يعني ايه اريتيتد؟ نلاقي مثلا خدوده حمراء قوي. مم. الام تفرح، يعني قال يخاف عليه من الحسد تفتكر بقى كده، إنه بصحة وعافية وكده. او تخاف عليه من الحسد. مم. يعني وتلاقي خدود الاتنين حمراء. لا، دي مشاكل. ده بنسميها جلد تأتبي مورث من الجلد الجاف اللي هو تحول الى اكزيما. مم. الناس دي بقى مالها؟ دي اللي احنا بنتكلم عليهم. نبقى نمرة واحد، دول خمس الناس. نعم. يعني خدي بالك عدد كبير. كبير جدا. عندهم احساس بالهرش يستمر على طول. عندهم لو حط حاجة سنساتيك يموت، يتعب قوي على جسمه. ايه كمان؟ ان الهرش عندهم يؤدي الى هرش، يعني يبتدي يهرش يبتدي فيزيد. ايه كمان؟ وده مهم قوي. صيف شتاء يحب يقعد في تكييف ساقع. مم. حاجة غريبة شوية. يعني يدخل العربية في الشتاء يقول لهم بس معلش شوية، يقوم فاتح التكييف الساقع. مم. وده مهم إلى أقصى درجة. يبتدي يحصل له إيه؟ كل جسمه يتحول إلى حتت غامقة. يعني تلاقي تحت العين عنده غامق قوي، حوالين البق حتة غامقة قوي. ودي مهمة، يعني زي ما بيقولوا مهمة قوي. يكتسب قشر في الشعر. اكتساب القشر في الشعر عنده من البران لايك، يعني اللي هي الصغنن ده، مش اللي بيلمع. بران لايك عامله زي العيش يعني. مم. تحت مثلا على يجي تلبس هي كوليه او اي حاجه يعلم عليها.
تلبس خواتم تعلم عليها، لان دول ذوي الجلد الجاف المورث. اوعى ننسى ان احنا عندنا جلد جاف مورث، جلد جاف مكتسب مع الزمن، عندنا جلد اويلي اللي هو فيه زيوت، عندنا جلد مختلط، عندنا جلد حساس. يعني يبقى انا قلت دلوقتي اربع انواع جلد. يعني هم كده بتوع ربنا، كل واحد ضروري يبقى عارف نوع جلده ولون جلده. ليه؟ عشان لما يجي يختار نوع كريماته او الصن سكرين بتاعه، يروح للصيدليه يقول لها ايه، انا جلدي كذا. ودي مشهوره خالص، حتى ده بنسميه الرقم الكودي بتاع الجلد. الرقم الكودي، يعني حتى رحت فرنسا، دخلت حتى في الصيدليه قلت لها انا جلدي كده وكده وكده، انا بتعرض للشمس كده وكده وكده، هتقوم مطلعه لك الست على طول. اللي ده خاص بيك. جلدك ده اهم حاجه فيه، ان احنا لما يجي يتحول نبقى فاهمينه تحول ليه. انما تاني الجلد الجاف المورث ده مش ضروري نحميه. يعني ايه؟ بصي حضرتك، نحميه يعني ايه؟ علشان ما يزيدش اكتر، ما يتطورش لو سبناهم. طيب دول علاجهم ايه؟ عايزه اعرف من حضرتك علاجهم، بس بناخد منال. حاضر يا فندم. صباح الخير يا منال. صباح النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. يعني عايزه اقول لحضرتك بتفيدنا قد ايه، وربنا يديك الصحه يا رب، ودايما بتفيدنا في كل حاجه في الجلد. والله الله يخليك يا بابا، الله يخليك. انا عندي سؤال، انا عندي بنتي عندها 21 سنه. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك يا دكتور. فدايما عندها هي بتعاني من حب الشباب من وهي عندها تقريبا 15 سنه. رحنا لدكاتره كتير بيدوها كريمات ومضاد حيوي، دايما يروح اثناء فتره العلاج يسيب العلاج يرجع تاني. يعني نتعالج مثلا لمده العلاج شهر شهرين. متزوجه؟ لا خالص. لا مش ان شاء الله هتتجوز يعني، لكن انا بتكلم متزوجه. لا هي مش متزوجه. طيب هقول لحضرتك، هي عندها فتره يعني من زمان، من وهي في اعدادي حب الشباب دايما عندها. سهل جدا، هقول لك هنمشي على خطوات، بس ركزي معايا. طب استاذن حضرتك يا دكتور ناخد التليفونات الثانيه ونرد أوي كله مع بعض. صباح الخير يا رنا. صباح النور. اتفضلي حبيبتي بسؤالك. انا برضك عندي حب الشباب، بس مش بيروح خالص خالص خالص، وبيطلع في كل حته في وشي وفي ايديا، ومش بيرضى يروح خالص. في ايديكي فين بيطلع؟ في ايديا من قدام وفي وشي. هنا؟ لا مفيش حب شباب، قصدك الاكتاف. حاضر انا هقول لسيادتك يا فندم. حاضر يا رنا. فين يا حبيبتي؟ عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 14. طيب يا حبيبتي حاضر، هيرد عليكي الدكتور. منال كمان. صباح الخير يا منال. صباح النور. اتفضلي حبيبتي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ انا عندي 23 سنه، ومهما اكون مستحميه 3-4 مرات في اليوم منطقه تحت الابط بتعمل ريحه مش حلوه. حاضر. طيب حاضر يا منال، هيرد عليكي الدكتور. هنقول لك بالظبط هنعمل ايه. طيب هيرد. انا هبتدي بيها. تحت الابط هي مشكلتها، واليومين دول بالذات بيحصل عرق. العرق الكتير يا اما عرق ميه، لكن كمان ريحه مش كويسه، دي حاجه تانية. بنعالجهم ازاي دول؟ في اسهل طريقه، بنعمل لهم بوتوكس تحت الجلد. البوتوكس تحت الجلد هيقعدها ما شاء الله كده سنه من غير عرق زياده. بدون ريحه كمان. بدون ريحه كمان. لكن لو هي مش عرق زياده وعندها الدنيا فيها ريحه زي ما بيقولوا من غير كتير، ده حاجتين: نوعيه اكل، وده ضروري يتغير تماما بنسبه 180 درجه. ايه الاكل اللي ممكن بيعمل ريحه يا دكتور؟ اي حاجه سبايسي. بس في حاجه مهمه، في شخص او شخصه الاكل ده يعمل لها ريحه والتاني لا. ودي كتيره جدا. يعني تيجي تقول لك مثلا انا هاكل اكل سبايسي، انا هاكل بسطرمه، انا هاكل كده، ده ما يحصلوش حاجه، وده الدنيا حواليه تبقى دمار. انما اللي مهم جدا جدا مع الاكل نوع اللبس.
يعني ايه نوع اللبس؟ قطان اكيد. طبعا لما نعمل اقطان مش هيحصل ريحه، يبقى هنعيد تاني وتالت ورابع. انا عايز اقول لهم في حاجه حديثه نزلت، كويس ان انا افتكرتها. ابروفد، يعني ايه ابروفد في امريكا؟ في مناديل يعني علبه اكنها زي علبه الويت وايبس. شبهها، انما هي محطوط فيها تدهن مره واحده تقعدها 24 ساعه من غير اي ولا عرق ولا ريحه. ده تحت البوت. تحت البط، وفي كل حتى ساعات بيعملوها كده وكده. الصراحه برضو من الحاجات البريك ثرو اللي لسه طالعه السنه دي. ودي سهله. ليه سهله؟ تحطها في الشنطه بتاعتها، خلص الموضوع. نرجع تاني ونقول لو هي ريحه يبقى تشوف السبايسي. الاكل تبطله خالص، ومش تبطل، تخليها بلاش السبايسي فود وبلاش الحاجات السينثيتك، وتمشي الدنيا كويس. في بعض المواد العطريه رغم انها كده بتزود اعتقد. بتزود الريحه جامد قوي. فاحنا نعمل ايه؟ وده مهم. تجرب تشوف ايه المناسب ليها. ايه تعمل تيست، ما تتكسفش. لان في حاجات يعني عند ناس تانية تعمل ديودرنت وتشتغل كويس قوي، عند ناس تانية تعمل ريحه وحشه. فهي ضروري تجرب. على فكره من حقها في اي صيدليه تقوم عامله على ايديها كده وتشمها معموله دي ليه؟ ده ساعات يحصل ريحه اوحش. دي واحده. احنا عندنا 2 غيرها اللي هم اتصلوا. ايوه على حبوب الشباب. الاثنين حب شباب. واحده 14 سنه وواحده 21. احنا دلوقتي هنقول انهي مرحله من مراحل حب الشباب، واحنا ان شاء الله المره الجايه كان يعني حتى هشام طلب وكده ان احنا نعملها حب الشباب كلها. فايرلي خالص مبكرا ضروري اشوف الوالد والوالده هل عندهم بقايا حب شباب ولا لا. يبقى اول خطوه بابا وماما هم قدامي وشهم في حفر، اذا دول جالهم حب شباب زمان. يبقى دول التانيين دول هنديهم اقراص، هقول الاسم العلمي بتاعها مش الاسم التجاري، ايزوتريتينوين، هو ده الاسم العلمي، وهديها لها تحت اشراف الطبيب. فهناخد قرص بعد الاكل على الاقل 3 مرات في اليوم. السن ده بالذات اللي هي 14 21 الاثنين ياخدوه، الدنيا هتبقى كويسه خالص وهيخفوا خالص. تعمل تحاليل، يعني ايه؟ تعمل كوليسترول ودهون ثلاثيه، الدنيا هتبقى ماشيه معانا واحده واحده يعني. انما ما تبطلش خالص الا ما يتبقاش ولا بقع. نعم. طيب دكتور، عايز اعرف من حضرتك ايه، حضرتك كنت بدأت الكلام عن علاج الجلد اللي هو بيتولدوا بيه الناشف واللي بالتالي هو نعم أرض خصبة للإكزيما. صح كده. الجلد الجاف ده ما نسيبوش. الجلد الجاف ده محتاج ايه؟ ترطيب ترطيب ترطيب. بنسميه ترطيب ايه؟ ترطيب الجيل الثالث والرابع من المرطبات. يعني انا مش وفي ممنوعات. نمرة 1 الغريبة شوية، ممنوع الليفة مدى الحياة للناس. ما تعملش بالليفه خالص. ده تبهدلها، يبهدله او يبهدلها. تخليها لونها يغمق، يعني ممنوع الليفه مدى الحياه. طب امال هنعمل ايه؟ هنستخدم فوم او حتى الصوب ده اللي هو كله زيوت، وده منتشر في السوق. تقوم تعمل كده بالراحه بالراحه بدون ليفه. بالراحه، وتقوم حاطه على طول الترطيب والجسم في مبلول. هتلاقي الدنيا اتحسنت خالص. يعني ايه اتحسنت؟ بس بلاش اللي انا بقول لحضرتك عليه، بلاش الليفه، لان الليفه هتخربشه. طب والميه السخنه؟ نخليها فتره، ودي مهمه قوي. نفضل على كده. في حتت في الناس دي اكتر من التانية. الثنايا هنا وهنا وعلى الرقبه تلاقيها اغمق بكتير. هنا دي بقى ضروري نعمل حاجه اسمها TCI، ده الاسم العلمي بتاعها. هتلاقيها لما تدهنها بلاش الكورتيزونات، وانا دايما اقول كده بلاش الكورتيزون لانه طفل. حل مؤقت اعتقد. لا، حل مؤقت وساعات يزود.
يعني يزود جامد يعني. فاحنا هنعمل ايه؟ هندهن الناحيه دي وندهن الترطيب والتي سي اي اللي هي المركبات التي سي اي دي، لانها ما فيهاش كورتيزون. هتلاقي الدنيا اتحسنت قوي. الترطيب ثم الترطيب هقعد اقولها. اهم حاجه اهم حاجه الترطيب، واهم حاجه بقى اللبس. اوعى حضرتك البيبي بتاعها تقعد تحط عليه حاجات سنساتيك كتير، لا. قطن في قطن في قطن بيبقى كويس قوي. بره بيعملوا لهم ايه؟ بيحطوا جوه البيجامه القطن دي ترطيب، وحتى يجيبوا البيجامه ويلبسوها، فالطفل يبقى قاعد مرتاح راحه لا تتخيليها، عايش في نعيم. لانه تكييف طبيعي، تكييف داخلي. وحتى لما يروحوا يغيروها مش يغيروها البيجامه، بيملوها ليه؟ علشان الترطيب يفضل فيها. على فكره دي كلاسيك، يعني جميله الى اقصى درجه. يلبسها تلاقيه يرتاح مره واحده اول ما يلبس، لان البيجامات دي ما تنفعش تبقى واسعه. ليه؟ دي تايت، بيجامات قطن تايت جواها من جوه الترطيب. ويلبس جوانتيات قطن برضه فيها ترطيب. نعم. بقول لحضرتك يطلع من الناحيه التانيه تاني يوم حاجه جميله، يعني مرتاح جدا جدا جدا. دول خمس الناس، يعني اللي هم ذوي الجلد الجاف ده، اللي مولودين بيه مولودين بيه، او حتى بعد شويه يطلعوا بيه. ضروري الاهتمام بيه يكون جامد شويه. اهتمام بيه الكريمات، الترطيب، نبعد عن الليفه، التكييفات، درجه الحراره بتاعت الميه، نمشي معاهم. هو شخص عادي، هو شخص عادي تماما. هو يعني استغفر الله العظيم، خمس الناس هتكون عيانه؟ استحاله. انما ده شخص عادي، لكن نحترم نوع جلده. فاهمه؟ طب ايه اشكال كمان الاكزيما يا دكتور؟ يعني على شكل ايه بتظهر؟ حلو كده. ممكن اول حاجه تيجي حاجه اسمها كريدل كاب. يعني ايه كريدل كاب؟ قشره في فروه الراس، ما حدش يشيلها باي طريقه. يجيب ميه دافيه في زيت زيتون كده فتره كده، ونحطه كده بالراحه فيطلع بدون تدليك بدون كمان. تدليك، هتلاقيه طلعت معاه. اتنين، وده مهم قوي اللي انا قلته لحضرتك، ان هنا الوش هنلاقي خدوده حمراء. ده بنسميها احنا اكزيما بتاعه الطفل، انفانتايل اكزيما. ايه كمان؟ كل الثنايا هنلاقيها ملتهبه. يعني ايه ملتهبه؟ ايه كمان؟ ورا الودن، ورا الودن هتلاقيه متسلخ. متسلخ ولا حبوب جامده؟ لا، متسلخ. يعني هي ورا الودن، وعشان كده دول وورا الثنايا كلها هتلاقوها فيها التهابات. نمشي مع، انت عارفه لو استمر معانا هنعمل ايه؟ هنلاقيه حضرتك تحت العينين غامقه قوي، وحوالين البق زي ما حضرتك يعني ودي يعني تلقطيهم من بعيد. ليه؟ دول ضروري 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 نهتم بيهم، علشان لما نبتدي المره الجايه نتكلم على الجلد الاويلي اللي هو زيوت وحب شباب، نكون اخذنا بالنا. بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، والحقيقه معلومات اكيد مفيده طبعا اكيد للمواطنين ولينا شخصيا. بشكرك يا فندم. العفو يا فندم. مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا، وبكره باذن الله بيتجدد اللقاء. صباحك مصري الساعه 11 صباحا، انتظرونا.